زين واحد مثلا نفترض عندنا يبي واحد يصير محرم ويا واحد، او مثلا امرأة تبي تصير محرم ويا واحد، مثلا بنت صغيرة بالبيت، مثلا نفترض هناك طباخ بالبيت، طباخ جايبينه من برا مثلا جيب باكستاني او هندي او مثلا بحريني او اي شخص جاي للبيت بعنوان طباخ. هاي الطباخ يبي يصير هي صاحبة البيت محرم، صاحبة البيت تبي يطلع شوية شعرها، لو شوي رقبتها، لو شيء من ايدها، لو شيء من ساقها. فاذا كان هناك شخص مثلا غير محرم وياها وما تقدر تاخذ حريتها وتاخذ يعني حرية بالحركة، فتبي تصير ويا هذا الشخص محرم، شو تسوي؟ ممكن هذا الشخص يعقد على بنتها ولو البنت صغيرة، يعقد على بنتها متعة لمدة ساعتين او 4 ساعات، يعقد عليها متعة، يعقد على بنتها الصغيرة. فهي شو تصير؟ هي شو تصير بالنسبة لنا لما يعقد على بنتها؟ شو تصير؟ قول يا حمته بارك الله فيك. تصير ام زوجته. اذا ام الزوجة محرم على زوج بنتها ولا محرم؟ تمام مو تمام؟ فبالتالي انحلت القضية. فيمكن ان هناك تنشأ صيغة للعقد المؤقت لاجل المحرمية، وانحلت لنا بذلك المشكلة. سؤال ثالث: هل ترضون او يرضى سماحة العلماء ان يزوجوا بناتهم متعة؟ هذا مثل واحد يقول انت هل ممكن تزوج بنتك الى واحد مسافر غريب تو جاي، تزوج بنتك ويطلقها بعد ساعة بعد ما يفضها، ترضى؟ فنفس الجواب بكون نفسه. واضح؟ واحد مسافر غريب اجى انت تنطي بنتك تتزوج ويطلقها بعد ساعة او ساعتين من بعد ما يزيل بكارتها، ترضى؟ وبكون نفس الجواب. طبعا اكو مسألة، الحب والرضا والكراهة ما لها دخل في التحريم والتحليل. إذا سيد العقلاء وهو النبي محمد صلى على محمد وآل محمد، إذا سيد العقلاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مارس المتعة، أنت ليش تستذكرها يا أخي؟ إذا نفس علي عليه السلام كما ورد ابن بابوي ينقل أن علي نكح امرأة متعة من بني نهشل، نفس الإمام علي تمتع. هذا إمام المتقين سيد الوصيين إذا تمتع. لديك شيء تواصل فيه يا شيخ؟ إيه؟ هذا حقيقة كلام يا دكتور يعني هذا مجر، تقزز النفس منه. هذا مجر. نعم. يعني يقول لك لو الواحد عنده طباخ او عنده سائق على اساس يبقى محرم، هي اخليه يدخل مع البنت ساعة او ساعتين وخلاص بقى صار معنا وخلص. والعكس لمدة ساعتين. والعكس الخادمة كذلك. نعم. ايه الخادمة كذلك مع الاولاد. يلا نعم. هي كله. ويقول لك المجرم، يقول لك النبي استمتع بالنساء، يعني كان يعمل كذا، وعلي استمتع، لعنة الله على الظالمين. طيب يا دكتور اسمع اللي جايه مهمة جدا. المشاهدات